السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجع لكم فيديو جديد، وحابه اشكركم على الفيديو اللي فات. تفاعلكم ربنا يخليكم ليا. بصوا بقول لكم هنا الكرنب ما شاء الله لا قوة الا بالله. كنت جايبه كده حلو جدا. الاربعه دول عاملين 60 جنيه، يعني الواحده ب15. هما بيقولوا ان هو غالي شويه، يعني هو كان ب10 وكده، بس انا ما لحقتش بقى بصراحه ب10. ده مش عارفه بقى بصراحه عندكم بكام. بس انا شفت في اماكن والله كتير غاليه، يعني شفته هنا حوالين مني ب25 وب20. انا نزلت السوق جبته. الواحدة ب15، الأربعة دول ب60. حلوين جدا ما شاء الله. فكان طازة. طب أنا عايزة دلوقتي يعني أعمله هو طازة. أعمل ايه؟ أجي أولع بقى المية السخنة تحت. يعني طب ما فيش يا غدا مية سخنة؟ هتسيبيه بقى ايه يومين كده. تسيبيه، يعني تسيبيه يومين. لو انت جايباه طازة وفيه عليه قطرات الندى، تسيبيه يومين لحد ما يدبل، عشان لو انت قطعتيه وهو طازة يعني هيتقطع منك. تمام. ده انا كده، وفي ورق كتير اتقطع مني، بس انا كنت عايزه ايه افرزه يعني وكده. تمام. هتجيبي بقى تحت الميه السخنه كده، وتبتدي ايه تفكيه. الميه السخنه هتفكه معاكي. تمام. بصوا انا اتاخرت عليه لان كانت عندي مشكله في السخان، ما كانش شغال. واول ما جه السخان طبعا انا ايه عملت الكرنب على طول، لان من الحاجات اللي ما بستغناش عنها. فضلت بقى كده ايه يعني اقورها كده وافك كده ورقه ورقه. تفك كده معايا. انا هوريكم كرومبايه واحده بس، والباقي انا هعمله ايه مع نفسه. انا دايما بحب ان انا اقصر لكم في الفيديو، محبش اطوله لكم على قد ما اقدر عشان ما تزهقوش. اللايك بقى والشير والسبسكرايب للحياه احلى ما غدا، عشان يوصل لك منه كل جديد. بصي مجرد ما بتيجي عليها الميه السخنه، شايفين؟ لان هو كان بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، كان طازه وما كانش فيه غلطه، يعني فاهميني. المهم بقى يلا، لو انت ناسيه بقى قبل ما الدنيا كده، يعني طول ما في شتاء جففي الخضار. بس هو الخضار غلي، يعني انا مش عارفه برضك الخضار غلي كده فجأة. تمام. لكن انا طول عمري تلاقوني كده ايه شهر 2 لو خلص عليا مش بحب خلاص اجفف اي نوع خضار من يعني مش شتوي. يعني بحب اجفف كده الخضار بتاعي في شهر 2، اخر واحد شهر، يعني من اخر واحد كده الاول 2. بقول لكم بصوا اتفكت بسرعه ازاي تحت الميه السخنه. هنا بقى جيت بقى الميه مغليه، حطيت بقى شويه كده من الكمون، وحطيت كده شويه الملح مش كتير عشان ده هيتشيل. وحطيت ليمونه. ايه لازمه الليمونه يا غدا؟ ما شاء الله بتحافظ عليه في الفريزر وبتخليه ابيض، لونه ما بيغيرش. اولا دي حاجه. الحاجه التانية انه ما يعني اللي داخل عليكي، انتوا عارفين طبعا، كلنا عارفين ان الكرنب ليه ريحه. فاللي داخل عليكي او انت بتسلقي او انت ما كبتش الميه في الحوض عندك، ولا ريحه كرنب ولا ريحة كرنب. يعني بصي الليمونة دي فادتها يعني كذا حاجة. اولا ما بتخليكيش ريحة للشقة، ثانيا بتحافظ على لون الكرنب في الفريزر. تمام. بصوا انا بقول لكم هنا بنزل بالحتة بالعنقود الناشف اللي فوق ده لحد بصوا لما بيدبل كده. بطلعه على طول. ده مش يعني ما تستنيش عليه، ده ثواني وبتطلعيه، لانك هتشيليه في الفريزر علشان خاطر ما يتهراش منك في الفريزر. تمام. تاني حاجه ايه هي؟ ان انا كنت لما بطلعه كده كنت باخده على طول تحت الميه الساقعه ابرده. تمام. دي حاجه. الحاجه التانية انا سلقته الصبح مثلا، او سلقته بالليل وسبته طول الليل، او سبته من بالليل للصبح او من الصبح بالليل يتصفى ميته على قد ما تقدري. طبعا مش هنقدر نصفي ميته خالص، بس على قد ما تقدري. طب ليه يا غدا بتصفي ميته بتسيبيه يتصفى؟ علشان في ناس قالت لك برضك الكرنب بيطلع مجرمز. ما هو عشان انتي بتشيليه بميته لازم يتصفى خالص عشان ما يعملش تلج، وبعد كده تقولي ايه ده بيجرمس. تصفيه على قد ما تقدري. تمام. شفتوا انا عملته الاول، يعني بحط الكرنبايه وبطلعها على طول. هنا بقى عملت ايه؟ بصوا بقيت بحط برضو كرنبايه. اللي برضك يقولك ايه طب انا اعرف ازاي ان هو استوى؟ حطي الكرنب تمام وغطيه بالظبط ثانيتين ثانيتين بس. شفتوا؟ عايزه اقولك يعني بصي يطلع برضو منك جميل جدا. شايفين لونه؟ طب انا اعرف ازاي ان هو استوى؟ ممكن تحطي ضفرك فيه كده بحاجه بسيطه خالص، وممكن من لونه، يعني لونه بيتغير على اول ما لونه يتغير طلعيه على طول. انا كده خلصت ما شاء الله لا قوه الا بالله. خلصت كل الكميه زي ما قلت لك. كنت باخده تحت الميه الساقعه على طول، وسبته يتصفى بقى ايه فتره طويله زي ما قلت لك كده. يعني لو انا عملته الصبح سبته لحد بالليل، ولو انا عملته بالليل سبته لحد تاني يوم الصبح يتصفى، عشان انا مش عارفه مش عايزه فيه نقطه ميه. تمام. تيجي بقى اقطعه بقى كده رول، وقطعي بقى ايه حسب الحجم اللي انت عايزاه براحتك خالص. تمام. انا بقطعه كده رول، مش بقطعه على قد ما انا عايزه، لا انا بسيب الرول كده زي ما هو، وانا باخد الف الصوبع واقطع الحجم اللي انا عايزاه.
ان شاء الله لما اطلع احشي منه هبقى اوريه لكم باذن الله. في بقى نوع كرنب في السوق اسمه ياباني، ايه هو يعني؟ ما سالته قلت له ايه يعني، جايه من اليابان مثلا ولا ايه؟ مش فاهمه، هو ده اللي فاضل يعني كرنب نستورده من اليابان؟ قال لي لا يا مدام، ده الكرنب اللي انت خدتيه دي البذره بتاعتنا احنا، بذره بلدي تمام، لكن الكرنب ده البذرة ياباني بس مزروع في أرض في مصر يعني، وبميتنا عادي وبأرضنا، بس هو البذرة ياباني. قال لي ده ما يتشالش، ده تاخديه تسلقيه وتحشيه على طول، حاجه كده زي السكر، هبقى اجيبه الايام اللي جايه ان شاء الله واعمله معاكي. قال لي لكن البلدي ده اللي انت واخداه ده هو ده اللي يتشال ويستحمل التلاجة تمام. بصوا بقطعه كده رول وبسيبه. الصبع برضو اللي يعني حسب ما انت عايزه، انا بقيس كل 3 صوابع كده وبقطع بالسكينه تمام. بصي ممكن تقطعيه كده، ممكن تقطعيه زي ما وريتك في الاول، تمسكي كده على ايدك براحتك خالص. واللي متقطع ملكيش فيه يعني، ما تشغليش دماغك، لميه وفي اللف والله ما هيبان تمام. بصوا انا خلصت بقى كل الكميه كده مع نفسي عشان ما اطولش عليكم الفيديو. ما شاء الله لا قوه الا بالله. الاربع كرومبات دول يعني عملوا لي كده حوالي بتاع 10 اطباق، الطبق نص كيلو. لو حبيت هعمله لوحده هطلع طبقين، ما عملتوش لوحده هطلع طبق، عشان انا عندي يعني عندنا احزاب في البيت، مش كلنا يعني مش كلنا بناكل كل انواع المحشي، انا وجوزي بس اللي كل انواع المحشي بناكلها، لكن ولادي في اللي بياكل كرنب، وفي اللي بياكل ورق عنب، وفي اللي بياكل عزبان اللي هو الممبار يعني، وفي اللي بياكل بتنجان وفلفل وكوسه. مش كلنا بنتفق على المحشي في نوع واحد تمام. فساعات بعمل كل انواع المحشي زي ما انتوا يعني واخدين معايا على القناه. ابتدي بقى هنا كده اوزنه. انا زي ما قلت لكم وزنت الطبق نص كيلو تمام. اخلص بقى بحط بقى ايه، بصوا يعني انا بقول لكم بحط كل الالوان، بحط الابيض وبحط الاخضر وبحط البستاج، بحط في الطبق من كل الكرنب يعني، عشان يبقى ايه درجات، ما الاقيش في الاخر ابيض لوحده، بستاج لوحده، اخضر لوحده، لا يبقى واخد كل ايه الطبق، واخد من كل الوان الكرنب. تيجي بقى كده اقفل بالاستريتش راب تمام زي الفل. هشيلهم بقى ايه كده ايه، هوريكم بقى كده وخلاص. اللهم لك الحمد، انا كده خلصت ايه من الكرنب، فاضل لي حاجات بسيطه، كل لما هجيب حاجه هجففها هشيلها معاكم زي ما قلت لكم، مش بكتر الكميه، حاجات بسيطه احسن من ما فيش خالص. بصوا ما شاء الله خلاص تمام زي الفل. هكمل بقى وارجع لكم. ادي انا كده خلصت كل الكميه زي ما قلت لك، ما شاء الله لا قوه الا بالله. طلعوا معايا تقريبا 10 اطباق، الطبق نص كيلو تمام. اشيلهم بقى واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.